بيبدأ الفيلم بدكتور مصاب وبيزحف على الأرض، وده بعد ما هجم عليه المهرج وحاول يقتله في الجزء الأول من الفيلم. ولو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيه موجود في صندوق الوصف. وبيقدر الدكتور إنه يوصل للتليفون وبيكلم 911 ويطلب المساعدة، والمهرج بيكون قدام المراية وبيكتب اسمه عليها بالدم. وبعدها بيروح ياخد شاكوش وبيرجع للدكتور ويضربه على دماغه، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيكسر جمجمته حرفيا. وبيروح بعدها يدخل مغسلة، والحارس بتاعها بيكون نايم وما بيحسش بيه. فبيقلع المهرج لبسه وبيحطه في الغسالة، وبيقعد يقرا جورنال ويسلي نفسه. وبيبص جنبه بيلاقي بنت صغيرة وعاملة نفس المكياج بتاعه، فبتجيله وبيفضلوا يلعبوا مع بعض شوية. ولما الحارس بيصحى بيشوف المهرج بيلعب مع نفسه، وبيتضح إن البنت من وحي خياله. وبيقوم بعدها يلبس هدومه وبيخرج من المغسلة، لكن ده بعد ما بيكون قتل الحارس. وبنروح بعد كده لبنت اسمها سينا، واللي بتكون في غرفتها وبتجهز لبس الهالوين بتاعها، واللي بيكون عبارة عن لبس محارب قديم. وبنشوف معاها سيف، وده بيكون أبوها سابهولها قبل ما يموت. وبعدها بتنزل سينا تتعشى مع أمها وأخوها جون، اللي بيقول لهم إنه هيلبس لبس المهرج القاتل في احتفال الهالوين، لكنهم بيتضايقوا منه جدا وبيعترضوا. فبيطلع جون غرفته وبيكون متضايق، وبنلاحظ إنه فعلا مجهز لبس المهرج. وبيدخل على الإنترنت وبيبحث عن جرائم القتل اللي ارتكبها المهرج. وبنشوف تارا ودون اللي قتلهم المهرج من سنة. وبنرجع لسينا اللي بتكون نايمة وبتحلم بالمهرج وهو بيلعب مع الناس وبيقدم لهم هدايا، وهي بتكون موجودة معاهم وبتكون خايفة جدا منه. وبيقرب لها المهرج وبيديها هديتها، وبنتفاجئ إن الهدية عبارة عن قلب بشري بينبض وبيكون كله ديدان ومقرف جدا. وفجأة المهرج بيخرج رشاش وبيقتل كل الموجودين في المكان، لكن سينا بتقدر تهرب منه. فبيطلع المهرج قاذف لهب وبيحرق الباقيين. وبيشوف سينا وبيروح لها علشان يقتلها هي كمان، ولما بيضربها بقاذف اللهب بتطلع سينا السيف بتاعها وبتحمي نفسها بيه. وبتقوم مفزوعة من النوم وبتلاقي اللبس بتاعها بيتحرق قدامها، والسيف كمان النار بتكون ماسكة فيه. فبتيجي بسرعة أمها بطفاية الحريق وبتلحقها، وبتتضايق منها جدا وبتعنفها لأنها نامت وسابت الشموع مولعة، وهي محذراها كذا مرة قبل كده. لكن سينا بتقسم لها إنها طفتها قبل ما تنام وما تعرفش ده حصل إزاي. وبعدها بتطلع سينا لغرفتها تاني وبتلاحظ ان السيف زي ما هو وكأنه ما حصلوش اي حاجه. ونروح بقى للمهرج اللي بيتفرج على التلفزيون هو والبنت الصغيره، وبيشوفوا فيكي، ودي الوحيده اللي نجت منه في الجزء الاول من الفيلم. وفيكي بتاكد للمذيعه انها شافته وهو بيضرب نفسه بالرصاص. فبيتضايق المهرج وبيقوم يكسر التلفزيون. وتاني يوم بنشوف جون في المدرسه وبيستأذن علشان يروح الحمام، ولما بيخرج بيشوف المهرج والبنت اللي معاه قاعدين على الارض وبيكون معاهم حيوان ميت وبيلعبوا بيه. ولما بيشوفوه بيرموا الحيوان عليه، فبيجري جون وهو مرعوب. وبتشوفه مدرسة وبتروح علشان تعرف هو بيجري من ايه، ولما بتروح بتلاقي الحيوان مرمي على الارض والمهرج والبنت مش موجودين. وبنرجع تاني لسينا اللي بتروح مع صاحبتها المحل علشان تشتري لبس بدل اللي اتحرق، وصاحبتها بتخرج تتكلم في التليفون فبتخبط في المهرج وهي ماشيه، فبتعتذر له وبتكمل مشي وبتفتكره شخص عادي بيحتفل بالهالوين. وبيدخل المهرج جوه وسينا بتشوفه فبتترعب منه وهو باصص لها وبيضحك، وبتسيبه وتمشي وبتروح علشان تدفع تمن اللبس. لكن بتكتشف انها ناسيه شنطتها في الدور اللي تحت. فبيجي المهرج وبيحط لها الشنطه قدامها ويمشي، فبتبص له سينا وهي مصدومه وبيفضل واقف وراها وبيعمل حركات غريبه وبيضايقها. وبيروح صاحب المحل يجيب لها اكياس، فبيقرب منها المهرج وبيضايقها اكتر بحركات اطفال. وبيرجع صاحب المحل وبيعنفه لانه عامل ازعاج للناس الموجوده في المكان. وسينا بتاخد حاجتها وبتمشي بسرعه. وبيروح المهرج يقفل باب المحل من جوه، وبيرجع لصاحب المحل ومعاه شنطه كبيره وبيوطي يطلع منها ادواته وبيحطها قدامه. فالراجل بيتضايق منه اكتر، فبيمسك المهرج الازازه وبيضربه بيها على دماغه وبيسحبه بيوقعه على الارض، وبيجيب الساطور وبيقطع راسه. وبيجي ولد صغير ومعاه امه يشتروا حاجه من المحل، لكن بيلاقوا الباب مقفول والمهرج بيكون واقف جوه وشايل راس الراجل وبيلعب بيها. فبيتخضوا وبيسيبوا المكان ويمشوا. وسينا بتكون رجعت البيت، واخوها اول ما بيشوفها بيقول لها انه شاف المهرج في المدرسه وكان معاه بنت صغيره، وبيقول لها انه شاف البنت دي في كراسه الرسم بتاعت ابوهم. وكمان بيوريها رسمه للمهرج في نفس الكراسه ومعاها صور كمان لكل ضحاياه. وفي الصفحه الاخيره بيشوفوا صوره لسينا بلبس محارب، وهو نفس اللبس اللي كانت بتجهزه علشان احتفال الهالوين. وجون بيقول لها ان اكيد الصور دي وراها حاجه، وان ابوهم كان قاصد يدي السيف لسينا قبل ما يموت. وجون بيطلب منها انها ما تخرجش تحتفل بالهالوين النهارده وتفضل معاه في البيت لانه حاسس ان في حاجه هتحصل. لكن سينا بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبنروح لألي صاحبة سينا واللي بتتفاجئ بالمهرج جاي لها البيت وبيطلب منها حلويات بمناسبة عيد الهالوين، لكن هي بتقوله انه كبر على الكلام ده وبتقفل الباب وبتدخل، لكنه بيرجع يخبط عليها تاني. فبتفتح وهي متضايقة وبترمي له الحلويات في وشه، لكن بتلاحظ جوه الكيس اللي معاه ادوات حادة وكلها دم، فبتخاف منه وبتدخل بسرعة وبتروح تبص عليه من الشباك وهو ماشي. وبعد شوية بتكون واقفة قدام مرايتها وبتستعد لعيد الهالوين، فبتسمع صوت ازاز بيتكسر. ولما بتنزل تحت بتشوف الباب الازاز مكسور والمهرج واقف في المطبخ.
وطبعا بتترعب آلي منه وبتجري بسرعة، لكن المهرج بيلحقها وبيضربها بالمشرط وبيفقع لها عينيها وبيفضل يضرب فيها كتير علشان يشوه وشها وبيقطع فروة راسها، وبعد ما بيخلص بيرش عليها ملح وكلور وبيكون مبسوط بتعذيبها قبل ما تموت. وبعد شوية بترجع أمها البيت وبتلاقي الإزاز مكسور، فبتجري بسرعة تطمن على بنتها وبتدخل أوضتها وبتتفاجئ بالمهرج بيقطع في لحم بنتها. وبعدها بيجوا الأطفال لآلي علشان ياخدوا حلويات منها، فبيخرج لهم المهرج وبيديهم الحلويات، لكنه بيكون حاطط الحلويات على راس والدة آلي. وفي نفس الوقت سينا بتحتفل بالهالوين مع صاحبتها بروك، وجون في البيت بيحذر أمه من الرسومات بتاعت والده، فبتتضايق منه جدا وبتقطع الكتاب وترميه على الأرض وبتضربه بالقلم لما بيعلي صوته عليها، فبيسيب البيت وبيمشي. وبعدها أمه بتسمع صوت تحت، ولما بتنزل بتلاقي العربية بتاعتهم متدمرة، فبتشك إن جون هو اللي عمل كده، لكن جون بيكون بعيد عن البيت في الوقت ده وبيشوف عربية واقفة وبيكون جواها البنت اللي كانت مع المهرج، فبيخاف منها وبيجري وبيرجع على البيت. وأمه بتنزل علشان تنظف العربية، وأول ما بتمسح الإزاز بتتفاجئ بالمهرج قاعد جوه، فبيطلع المسدس وبيضربها في دماغها وبتموت الأم فورا. وفي الحفلة سينا بتشوف البنت الصغيرة قدامها وبتعمل لها حركات وبتخوفها، فبتترعب وبتفضل تصرخ، لكن الغريب إن هي الوحيدة اللي شايفاها. وفي الوقت ده جون بيكون رجع البيت وبيتفاجئ بجثة أمه المقتولة على السفرة، وبيخرج المهرج من المطبخ وبيحط الأكل قدامها، وبيحاول جون يهرب لكن البنت بتوقفه، فبيجري بسرعة ويطلع على أوضته وبيحاول يوصل للسيف بتاع سينا، لكن المهرج بيلحقه وبيديله حقنة مخدرة وبياخد هو السيف. وسينا بتكون راجعة من الحفلة مع صديقتها بروك وصديقها جيف، وبيجي لها اتصال من أخوها جون وبيقول لها تجيله عند الكرنفال المهجور، وبنكتشف إن المهرج خاطف جون في العربية وبيخلي البنت هي اللي تكلم سينا وتقلد صوت أخوها، فبتقلق سينا على أخوها وبتطلب من جيف يوصلها للمكان، وبيروحوا هناك وبتنزل سينا تدور على أخوها، وبروك وجيف بيستنوها في العربية. وسينا بتجيلها رسالة من أخوها بيقول لها إنه جوه تريفاير، وبيفوق جون بيلاقي البنت قاعدة قدامه وبتشوه وشها بإيديها، فبيخاف منها وبيجري بسرعة. وفي نفس الوقت بينزل جيف يقف ورا العربية، وفجأة بيهجم عليه المهرج وبيفضل يضرب فيه لحد ما يموت، وبيروح يكسر إزاز العربية وبيسحب بروك لبره، لكنها بتقاومه وبتضربه وتجري وبتدخل جوه وبتفضل تنادي على سينا علشان تنقذها، لكن المهرج بيوصل لها وبيفضل يضرب فيها بسكينة كبيرة وبيقتلها. وبتيجي سينا جري وبتلاقي جثة صاحبتها على الأرض والمهرج واقف قدامها، وبتشوف أخوها وراه فبتصرخ فيه علشان يجري، وبتمسك خشبة كبيرة وتضرب المهرج، لكن المهرج بيقاومها وبيقدر يتغلب عليها وبيوقعها على الأرض وبيروح يدور على جون. وسينا بتقوم تاني وبتلاقي سلاح المهرج جنبها، واللي بيقدر يلحق جون وبيضربه بالمشرط في وشه، وبتتسحب سينا من وراه وبتفضل تضرب فيه وبتسيب السلاح في دماغه وبتاخد أخوها وتمشي. وجون بيقول لها إنه جابه هنا بسبب السيف اللي معاها وإن هي الوحيدة اللي تقدر تخلصهم من كل ده، وبيكملوا طريقهم للهروب، لكن المهرج بيكون نصيب لهم كمين وبيهجم على جون وبيضربه، وبتيجي سينا تدافع عنه، لكن المهرج بيرميها بعيد وبيكمل ضرب في جون بالسلسلة الحديد، فبتسحب سينا وبتحمي أخوها وبتقدر تاخد السلسلة من المهرج وبتقوم وبتفضل تضرب فيه وبتجيب حديدة وبتضربه بيها في دماغه، لكن المهرج ما بيموتش وبيهجم عليها وبيخنقها. وجون بيشوف المسدس في رجل المهرج فبياخده ويضربه بيه، وبتقوم سينا وبتشوف أمها قدامها وبتطمنها، لكن جون بيفضل يزعق وبيحذرها وبيقول لها ان دي مش امهم وبيطلب منها تبعد عنها، وفعلا دي بتبقى شبه البنت اللي مع المهرج. وسينا بيغمى عليها فجأة، ولما بتقوم ما بتلاقيش اخوها جنبها، فبتقوم تدور عليه وبتلاقيه مرمي على الارض والمهرج بيكون واقف قدامه، فبتجري عليه وبتضربه، لكن الضرب مش مأثر فيه، فبيخنقها وبيرميها على الارض وبتقع سينا وبتنزل تحت، وبنشوف جنبها مكان غريب وخارج منه ضوء احمر ودخان كتير، والمهرج بيجي لها وبيطعنها بالسيف بتاعها وبيرميها في المكان ده، وبتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في صندوق كله مية وبتكون في نفس المكان اللي حلمت بيه، وبنشوف دم كتير في المكان والناس واقفة ومحدش بيساعدها لحد ما سينا بتقطع النفس، والمهرج بيكون قدام جون وبيحاول يقطع لحمه، وجون بيحاول يقاومه ويهرب منه وبينادي على سينا بأعلى صوت، والسيف بتاعها بيكون مرمي على الأرض، وأول ما بينور سينا بترجع للحياة من تاني وبتقدر تخرج من الصندوق وبتاخد السيف وبتطعن المهرج بكل قوتها، وما بتهداش سينا إلا ما بتفصل راسه عن جسمه علشان تتأكد إنه مات، وبتجري على أخوها وبتحضنه، وفجأة بتدخل بنت المهرج وبتاخد راسه من على الأرض وتمشي. وفي النهاية بنشوف فيكي اللي نجت من المهرج في الجزء الأول، واللي بتكون في مستشفى أمراض عقلية وبتكتب بالدم على الحيطة وبترسم قلب وجواه اسمها واسم المهرج، وبتدخل عليها الممرضة وبتترعب لما بتشوفها لأنها بتكون حاضنة راس المهرج وبتكلمها. وهنا بينتهي ملخص الفيلم. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم في قصة جديدة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس وصلي على النبي وسلام.